بنقول كتير دي كدبة بيضة. لأ، تعالى وخلينا نفهم. الكدب كدب، مفيش حاجة اسمها كدبة بيضة. دي كدبة بسبب الخوف والتوتر. الشخص اللي بيكذب ده شخص بيكون تعرض لانتقادات كتير، أو تعرض لعنف، أو شخص تعب من كتر الحكم والمواعظ. مش عاوز حد يلومه، بيكبر دماغه من أي مشاكل أو خلاف. لو كان الشخص ده مش طبيعته إنه يكذب، فالكذب بالنسبة له هم تقيل جدا على قلبه، فهو محتاج شخص قريب منه يتكلم معاه بهدوء، يحسسه بالأمان ويحافظ على سلامه النفسي. يعني بدل ما نقوله أنت كذاب، هنقوله مالك في إيه، احكيلي، حاسس إنه في حاجة غلط مش طبيعتك. في الوقت ده الشخص هيحس بالأمان وهيبتدي يحكي. صدقني، مفيش داعي إنك تكذب علشان ترضي اللي قدامك، ومفيش داعي إنك تكذب علشان خايف من اللي حواليك. الحل إنك تبعد عن أي شخص يسبب ليك ألم نفسي. قرب من ربنا وهو هيعرف يجيب لك حقك. لكن الشخص ده لو كان طبيعته كذاب، كل همه عايز يخبي حاجة معينة، أو عايز يجرح شخص، أو عايز يظهر قدام الناس إنه شخص عظيم، وإنه دايما بيكون ضحية الناس اللي حواليه. في الوقت ده بيظهر عليه علامات. اسمعني كويس وركز معايا. أول حاجة، لازم تركز كويس جدا في حركة إيده، ودي لغة الإشارة. هتلاقي إن الشخص ده حركات إيده كتير، واستحالة يبص في عينك. تاني حاجة، ركز في نبرة صوته. هتلاقي نبرة الصوت بتتغير، بيتلعثم، أو زي ما نقول كده بيتهته، بيقف عن الكلام لفترة طويلة، نقول كده بيتوه أو بيسرح. وده علشان بيفكر إزاي يحور أي موضوع، أو يخليك تتوه منه في إنه يدخل المواضيع كلها ببعض. النقطة الثالثة والأخيرة، بيحلف كتير على الفاضي وعلى المليان. وفي النهاية، بطلوا تلوموا نفسكم عن كذب اللي حواليكم، علشان الشخص هو مسؤول عن أفعاله وسلوكه. اللي بيكذب كتير ده دليل إنه مضطرب نفسيا. استحالة أي شخص يقدر يغير العادة دي. فأحسن عقاب للكذاب مش إنه ما يلاقيش حد يصدق كذبه، لأ، أحسن عقاب هو إنه يبص حواليه ويلاقي نفسه مش قادر يصدق حد، وده لأنه بيشوف الناس كدابين زيه. الكذاب بيشوف البني آدمين بعين كذبه.